معكم سمية بخالي، مديرة الثانوية التأهيلية عبد الخالق الطريس التابعة للتراب الإقليمي للمديرية الإقليمية عين الشق. اليوم تنختتموا الحملة اللي قامت بها الثانوية التأهيلية عبد الخالق الطريس تحت شعار زيرو طاف زيرو عنف، وهي حملة لتحسيسية توعوية، مبادرة تربوية، حملة رسالة واضحة مفادها أن المدرسة يجب أن تبقى فضاء للتعلم وللقيم النبيلة وللاحترام المتبادل بين الجميع. وهذه الحملة جاءت استجابة لوعي جماعي لضرورة التصدي لظاهرتي التدخين والعنف داخل الوسط المدرسي من خلال التحسيس والتوعية والانخراط الجماعي للتلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية وشركائنا من فعاليات المجتمع المدني ومصالح الأمن الوطني. خلال هذه الأيام عاشت المؤسسة على إيقاع أنشطة تربوية وثقافية وفنية متنوعة عبر فيها المتعلمون عن وعيهم بخطورة الإدمان والعنف، وأكدوا أن المدرسة التي نحلم بها جميعا هي مدرسة يسودها الاحترام والمسؤولية وروح المواطنة. إذن رسالتنا هي رسالة واضحة: لا مكان للتدخين ولا مكان للعنف داخل مؤسساتنا التعليمية. كيفاش كانت استجابه السيده المديره للتلاميذ لهذه الانشطه من خلال هذه 3 ايام؟ كيفاش انخراط تام للتلاميذ، وانخراط جدي وانخراط فعال في جميع الانشطه التي قامت بها المؤسسه التي نظمتها خلال الايام 12 13 14 مارس 2026. تلاميذ مؤسستنا لهذا الحفل بكل حماس واشتغال ليقدموا لكم فقرات متنوعة من مسرحيات ومشاهد تربوية هادفة تعبر عن وعيهم بأهمية نشر ثقافة الاحترام والابتعاد عن كل السلوكيات الضارة. فمرحبا بكم جميعا، ونتمنى أن تقضوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة بين فقرات هذا الحفل. واش باغا تعيشي هاد العيشه اللي عايشه فيها انا وياك؟ ودوك ليكم انا غنخلصهم لك، غيجيب باك ودابا غادي ندوي معاه. ابوني هاني يا مريم مشيت. مريم مشيت. داخل عليا بحال هكا. انا باغي ناكل. تاكل جنابك، اش غتاكل؟ ديني ما كاينش العشاء، ما بخليوش ليا فلوس باش نصايبو.